سمع الله لمن حمده. إلهنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد خيرا مما نقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك باقيا ببقائك. اللهم اجعل دخوله علينا نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دخوله علينا نصرا وفرجا وشفاء وتوفيقا للمسلمين يا رب العالمين. وخص منهم أهلنا في سوريا وخص منهم أهلنا في سوريا وأهلنا في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وأنزلت فيه آيات بينات من الهدى والفرقان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم سلمنا له وسلمنا فيه وتسلمه منا وقد عفوت وغفرت وعتقت ورحمت. اللهم اجعل أعمالنا فيه مقبولة
الكفر والفسوق والعصيان. إلهنا وفقنا فيه لصالح الأعمال، واقض لنا فيه الحوائج، وحقق الآمال، وافتح لنا فيه أبواب الجنان، وأغلق لنا فيه أبواب النيران، ووفقنا فيه لقراءة وتدبر القرآن. اللهم لا تجعل فيه للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة لنا منزلا ومقيلا. اللهم ارزقنا فيه فضل ليلة القدر، وانقلنا فيه من العسر إلى اليسر. اللهم إنا نعوذ بك في هذا الشهر الفضيل، نعوذ بك من كل ذنب يحبس رزقنا أو يحجب مسألتنا أو يبطل صومنا. واغفر لنا في هذه الليلة وأعطنا ونسألك اللهم كل خير أنزلته في هذا الشهر الكريم، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. إلهنا يا الله نسألك لكل نفس مسلمة تاقت واشتاقت لإدراك وصيام هذا الشهر الكريم، فحال الموت بينها وبين ذلك. اللهم يا مولانا ويا غاية رغبتنا، اللهم اجعلها نفسا في أعلى عليين، واكتب لها أجر الصيام والقيام، فإنك أنت الكريم. وخص من ذلك والدينا وأهلينا وكل قريب وحبيب يا رب العالمين. إلهنا حرم هذا الجمع على النار، رجالا ونساء، شيبا وشبانا. إلهنا كما اجتمعوا في هذا الجامع من أجلك وابتغاء مرضاتك، اللهم حرم وجوههم على النار. فرج لهم يا ربنا كل هم، اكشف عنهم يا ربنا كل غم، حقق يا ربنا مطالبهم. اللهم يا ربنا حقق لهم أمنياتهم يا رب العالمين. إلهنا صل على حبيبنا محمد، خير من صلى وصام وأحسن القيام، وعلى زوجاته الطاهرات وأصحابه الكرام، فإنك أنت السلام ومنك السلام.